اول نوع من انواع الاسقف الخرسانيه، وهو بنسميه باللفظ الهندسي سوليد سلاب، وباللغه بتاعتنا اللي في السوق السقف القمري. يعني اي واحد يقول لي طب انا مش فاهم، يعني انت لو بصيت على السقف اللي عندك في البيت ولقيت في الاربع تجناب او 3 جناب على الاقل او جنبين فيهم قمر، يبقى السقف بتاع حضرتك. وبرضه في الصاله حمامات كله تعرف ان السقف بتاع حضرتك سقف قمري. تعالوا بقى نخش على طول في العلاج. احنا لما بنيجي بقى نصلح سقف ده بنمشي بمراحل معينة. المرحلة الاولى وهي معاينة المكان بعد تبليغنا بالزيارة لرؤيته على الطبيعة، وبتكون حالة السقف بها خطوط طفيفة زي اللي في الصور اللي قدام حضراتكم. انت طبعا بتحس ان هذه الخطوط ما هي الا خطوط في الدهانات او المحارة فقط، لكن لابد من اننا نستكشف عن ما ان كان التشطيب ام بالخرسانة بتاع السقف. بيوجد جهاز لمعرفة ان الشروخ من التشطيب ام من الخرسانة.